لو في يوم عيطت بسبب إعلان أو أغنية أو حتى علشان حد قالك كلمة حلوة من قلبه، فأنت مش مكسور ومش حساس زيادة عن اللزوم. مخك يمكن بس بيتعامل مع المشاعر بشكل أوضح ومفتوح أكتر من أغلب الناس. ناس كتير مشاعرهم بتتفلتر أو بتتهدي أو تتحط على جنب، إنما عندك أنت المشاعر بتوصل بدري وبشكل مباشر. وده مش معناه إنك ضعيف، ده معناه إنك بتعيش الحياة بحواجز عاطفية أقل. تخيل المشهد ده: بتتفرج على فيلم، كلب بيرجع يقابل صاحبه، تلاقي دموعك نزلت. أو تكون بتتكلم مع حد ويديك كلام صادق من قلبه، فجأة عينك تدمع. الناس تسألك: أنت كويس؟ وأنت جوه دماغك بتقول: بس الموقف ده أثر فيا. أنت مش عاطفي زيادة ومش درامي ومش فاشل في التحكم في مشاعرك، نفسيتك بس متظبطة على موجة مختلفة شوية. خلينا نفهم اللي بيحصل فعلا. رقم واحد: مدى إحساسك العاطفي أوسع. ناس كتير عندهم زي عازل للمشاعر، يحصل موقف المخ يفلتره ويهديه ويطلعه في نسخة أخف. إنما عندك أنت الفلترة دي أقل. علماء النفس بيسموا ده حساسية عاطفية عالية، يعني جهازك العصبي بيسجل المشاعر بشكل أقوى وأسرع. لحظات صغيرة ممكن يكون ليها وزن عاطفي كبير، مش لأنك مكبرها، لكن لأنك شايف تفاصيل أكتر منها. أبحاث بتقول إن حوالي 20% من الناس بيحسوا بالمشاعر بشكل أعمق من المتوسط. الناس دي غالباً بتلاحظ نبرة الصوت والمعاني اللي بين السطور، وحاجات غيرهم ما ياخدش باله منها أصلاً. يعني أنت مش بس بتحس أكتر، أنت كمان بتلاحظ أكتر. سكتة بسيطة في صوت حد، جملة في أغنية تيجي على الجرح، لحظة طيبة وهادية، مخك يلقط الإشارات دي اللي غيرك ممكن تعدي من جنبه. دي حساسية ومعاها وعي، وده مش عيب. رقم اتنين: دموعك تفريغ مش انهيار. في فكرة غلط شائعة إن العياط من غير سبب واضح معناه إن في حاجة غلط، بس في الحقيقة غالباً العكس هو الصح. لما بتعيط نادراً يكون السبب حاجة واحدة بس. مخك بيكون بيربط ذكريات وضغط حالي ومشاعر مكبوتة وأفكار ما اتحلتش، والدموع بتطلع لما جسمك يقرر إن الوقت جه يسيب الحاجات دي تمشي بدل ما تفضل مكبوتة. علماء النفس بيسموا ده تراكم عاطفي، محفز صغير يطلع مشاعر كبيرة كانت بتتكون بهدوء على مدى وقت. وفي دراسات بتقول إن الناس اللي بتعيط بشكل منتظم غالباً مستوى التوتر الأساسي عندهم أقل. الدموع بتنشط نظام التهدئة في الجسم وبتساعد تنظم الضغط العاطفي. يعني باختصار، العياط مش معناه إن نظامك بايظ، ده معناه إن نظامك بيعمل صيانة. طبعا العياط بيكون صحي أكتر لما تحس بعده براحة مش بانهيار. ولو المشاعر بقت تقيلة ومش قادر تسيطر عليها، ساعتها الدعم مهم. لكن لناس كتير الدموع هي طريقة الجسم في المعالجة وإعادة الضبط. رقم 3: دموعك ممكن تزود قوتك العاطفية. ناس كتير فاكرة إن اللي بيعيط بسرعة ما يستحملش الضغط. الحقيقة إن كتير من الناس الحساسين عاطفياً بيستحملوا أكتر، لأنهم بيفرغوا مشاعرهم بدل ما يخزنوها. لما المشاعر تتعبر ما تتراكمش بنفس الضغط جواك. سعتك العاطفية مش أقل، هي بس ما بتتنظمش باستمرار. أبحاث ربطت التعبير عن المشاعر بسرعة التعافي من التوتر وبوعي عاطفي أعلى. الناس اللي بيسمحوا لنفسهم يعيطوا غالباً بيعرفوا يحددوا مشاعرهم ويسموها ويتعاملوا معاها بشكل أحسن. فاللي بيتقال عليه عدم استقرار عاطفي هو في الحقيقة طلاقة عاطفية. وفي نقطة تانية محدش بيتكلم عنها كفاية: الدموع بتبقى زي فلتر للعلاقات. لما تكون واضح في مشاعرك بسرعة بتعرف مين اللي أمان ومين اللي لأ. الناس اللي يقدروا يقعدوا مع مشاعرك من غير ما يحاولوا يصلحوك أو يقللوا منها غالباً دول اللي يستاهلوا يفضلوا قريبين منك. رقم 4: أنت مش زيادة عن اللزوم، أنت بس أكثر وعي. ناس كتير بتتعايش مع الحياة عن طريق كتم المشاعر، ومع الوقت ده بيعمل مسافة بينهم وبين نفسهم. فلما أنت تعبر عن مشاعرك بصراحة، ده ممكن يضايقهم. أنت مش بتعمل حاجة غلط،
انت بس بتعمل حاجة هم اتعلموا يتجنبوها. علماء النفس بيسموا ده الإسقاط العاطفي. بدل ما الشخص يبص لعدم راحته هو، يطلعها عليك ويقول إنك مبالغ. بس التأثر بالحاجات مش مرض، ده تفاعل طبيعي. وأبحاث كتير ربطت كتم المشاعر لفترات طويلة بزيادة التوتر ومشاكل صحية جسدية. يعني الإحساس العميق مش هو الخطر، تجاهل المشاعر غالباً هو الخطر. انت مش عاطفي زيادة، انت بتتفاعل بشكل طبيعي مع تجارب ليها معنى. وأخيراً، رقم 5، دموعك بتوصل اللي الكلام ما يعرفش يقوله. أحياناً المشاعر بتطلع قبل ما اللغة تلحقها. بتعيط لما تكون متلخبط أو مضغوط علشان جسمك بيقول حمل زيادة. بتعيط لما تتأثر لأن جسمك حاسس بالاتصال والود. بتعيط لما تكون متضايق علشان في حاجة محتاجة اهتمام. دموعك معلومة. علم الأعصاب بيقول إن الدموع العاطفية بتنشط مسارات تهدئة في الجهاز العصبي وبتساعد الجسم ينظم اللي بيحصل جواه. إحنا عايشين في عالم غالباً بيكافئ البرود والمسافة العاطفية، بس أنت فضلت متوصل بكل طيف المشاعر، بالجمال وبالوجع وبالمعنى. وده محتاج شجاعة. العياط بيقلق الناس لأنه بيكشف حاجة اتعلمنا نخبيها. الإنسانية قوية ومكثفة. الحياة بتأثر فينا، الناس بتسيم أثر فينا، واللحظات ليها قيمة. أنت ما قفلتش الباب ده. فالمرة الجاية لما حد يسألك أنت بتتعايت ليه؟ افتكر ده. أنت مش حساس زيادة، أنت مش تقيل، أنت مش مكسور، أنت مش فاشل في التحكم في مشاعرك. أنت بس سامح لنفسك تحس باللي حقيقي. وفي الوقت اللي ناس كتير فيه بتخدم نفسها، أنت مكمل إنك تكون إنسان بعمق. قول لنا بقى، أنت من النوع بعيط بسهولة وعادي عندي، ولا من النوع نادراً ما بعيط؟ اكتب لنا في التعليقات. ولو الكلام ده لمس حاجة جواك، اشترك علشان تشوف فيديوهات أكتر. وشكراً إنك اتفرجت علينا. نشوفكم المرة الجاية.